سلام سلام. كيقول صاحب القصة: أنا في عمري 41 سنة، والزوجة ديالي عندها 32 سنة. عندنا جوج وليدات توأم في عمرهم 13 عام، وبنيته وحدة في عمرها 8 سنين. هادي قبل عام كنت مشيت نشوف دار والديا، وأنا عندهم بانت لي واحد البنت زوينة ومؤدبة، وكتبان فيها مصوابة وداخلة سوق راسها. سولت عليها الوالده، قالت لي راه في عمرها 18 عام وتسكن حداهم تماك. صافي دازت الهضره، مشيت رجعت انا لداري عند وليداتي، وهذيك البنت ما بغاش تحيد ليا من بالي. دازت شي سيمانه هكاك وانا نقصت الزوجه ديالي. مشيت عندها قلت لها: بنت الناس، هاكين وهاكين، انا شفت واحد البنت وجيت نقولها لك باش ما تقوليش دار شي حاجه مورا ظهري. انا بغيت ندير التعدد على سنه الله ورسوله، وشفت واحد بنت الناس وبغيت نمشي نخطبها، وانا كندير غير شرع الله، ماشي شي حاجه اللي حرام. حتى فاجاتني الزوجه ديالي بردة الفعل ديالها البارده، بقات كالم، ما توقعتش هذيك ردة الفعل منها، ما تحركات ما انفعلات. طولت فيا الشوفه وقالت لي: الله يعاونك يا ولد الناس، غير هو عندي شرط واحد، مراتك ما تجيبها عندي، ما نمشي عندها، وهاد الدار غتكتبها ليا في سميتي نعيش فيها انا ووليداتي. الصراحه من الاول انا ما كانش عندي النيه نجمعهم بجوج في دار وحده. فكرت مع راساتي وكتبت لي الدار في السميه ديالها. مشينا للدار ديال الدريه، صارحتهم بكل شيء من الاول، وهما وافقوا عليا، وتا البنت ما كانش عندهم مشكل. المهم داز الوقت في التوجد، تجا نهار الموعود، تكاتبت انا والبنت، داز العرس، كلشي هو هذا، كلشي في امان الله. مشينا لشهر العسل، حتى الليله اللي غنرجع فيها من شهر العسل. حتى كنتفاجئ بالبرود ديال الزوجه ديالي الاولى معايا، كلامها قليل وغير للضروره، الا كانت شي حاجه مهمه غتهضر معايا، ما كانت شي حاجه الجلسه كامله وهي ساكته. ومورا ما تعشينا كنتفاجئ بها كتفرش ليا في بيت اخر. انا ما عجبنيش الحال، مشينا هضرنا، قلت لها: اشنو هادشي اللي كدير؟ قالت لي: يا ولد الناس، انا لا بقيت معاك غير على حساب وليداتنا، هاهما ولادك شوفهم في اي وقت بغيتي، ولكن انا وياك شي حاجه بيناتنا راه ما غتكونش. ما عجبتنيش الهضره ديالها بتاتا، خرجت زعفان، خليت ليها الدار ومشيت رجعت لداري الاخرى. داز الوقت ونفس المعامله، صافي حتى شديت عليهم رجلي مره واحده، ما بقيتش رجعت عندها لهاديك الدار. كنتسنى فيها هي تصوني وتطلبني وتسامح معايا. داز الوقت حتى واحد النهار فعلا نيت تنشوف التليفون تيصوني بالنمره ديالها، هزيت جاوبتها. اذا بيا كنتفاجئ تتقول لي: هادشي اللي كدير تضر بيه غير وليداتنا، اما انا ما بقى كيجمعني انا وياك والو. وفعلا نيت من داك النهار كنمشي نشوف الدراري، هي لدرجه هي ما كتخرجش عندي حتى كنمشي، كتدخل لبيتها وتسد عليها. انا وليت تنحس براسي مقلق، وهذا الوضع ما عجبنيش، تنحس بصح بالنقص، وحسيت بصح ببلاصتها ناقصه، لدرجه ما بقيتش مرتاح حتى في زواجي الثاني، وتينوضوا بيناتنا مشاكل بسبب هذا الموضوع. وليت كنحاول نصلح العلاقه بيناتنا باي طريقه، لدرجه وصلت بيا وليت تنفكر نطلق المره الثانيه، ما حد ما بيناتنا لا ولاد لا بنات، ونصلح علاقتي مع مراتي الاولى. ولكن كنخاف نظلم هذيك بنت الناس الثانيه، حرت وما عرفتش شنو ندير. ايوا وانتوما اشنو بان لكم في القصه ديال هذا السيد، واشنو الحل المثالي اللي يقدر يدير؟ شاركوني آراءكم، وما تنسوش ديروا لي متابعة ولايك، وبسلامة حتى نتلاقاو في قصة أخرى وحكاية أخرى.